الكارثه، يقول لك انه الملك المغربي العاهل المغربي هو من سرب القضيه. يعني العاهل المغربي كان مريح، هز فيسبوك وقال لهم يا نصر رساله تاع سانشيز تما في 1964. سي فرانكو الله يذكره بالخير على كل حال اتصل باحمد بن بله وقال له نعطيك الصحراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الوفياء، متابعي قناة الإمبراطورية المغربية أينما كنتم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم أخواني جبنا لكم مثقف جزائري يتكلم على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واللقاء الذي قام به مؤخرا مع قناة القطرية الجزيرة. وقال هذا المثقف بأن الرئيس الجزائري قام بطرح مغالطات سواء فكرية أو تاريخية في هذا اللقاء، وخاصة في ناحية العلاقات التي تجمع بين الجزائر وإسبانيا والمشاكل التي بينهما، كذلك من ناحية العلاقة بين الجزائر والمغرب. وقال عبد المجيد تبون بأن العلاقة بينهما لن تعود نهائيا. إخواني بلا ما نطول عليكم، فيديو يستحق المشاهدة، ما تنسوش تدعمونا بزر الإعجاب، هذاك خلي الفيديو يوصل لجميع المغاربة حول العالم، ونتلقاو إن شاء الله بعد نهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غابت المبادئ في زمن النخاسة، هذا ما يمكن أن نلخص به يعني اليوم لقاء الرئيس المعين مع قناة الجزيرة ومع هذه المرتزقة في إحدى القنوات القطرية. أولا بطبيعة الحال نبدأ فقط نقول لكم رمضان كريم لكل الجزائريين، لكل الشعوب المغربية وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول الشهر الفضيل. عاده يعني الله علينا وعليكم باليمن والبركات، هذا ما يمكن أن نقوله. وراح نتكلموا يعني على شهر رمضان اللي للأسف ربما سيكون بطبيعة الحال جحيم في الجزائر الجديدة، ولكن بطبيعة الحال الكوارث يعني تاع الجزائر الجديدة لا تتوقف لا بحلول شهر رمضان، العكس تزيد، والفضائح تاع النظام الجزائري تزيد أكثر وأكثر. واليوم سمعنا كلام من الرئيس المعين يعني يخليني نقول أنه ربما الجزائر لم تنجب شخص بغباء الرئيس المعين عبد المجيد تبون من قبل. يعني شخص يعني ما عنده حتى مستوى، ما عنده حتى كفاءة في الكلام، ما عنده حتى مستوى في الخطابة، وما عنده حتى معرفة بالعلاقات الدولية، وهذه هي الكارثة الكبرى لأنه فضحنا مع إسبانيا. بطبيعة الحال الكلام راح يكون أيضا على التقرير الأمريكي، وهذا الأمر خطير جدا. يعني لهذا ارتأيت يعني أني نتكلم على هذا الموضوع. لكن كيف صارت الجزائر تمثل هذه الوجوه؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه. نسمعوا قليلا في قضية إسبانيا لأنه راح نبداو بها، ومن بعد نروحوا لقضية أمريكا والتقرير الأمريكي الأسود عن الجزائر. يعني نوضح نوعا ما الموقف تاع الجزائر مع إسبانيا الصديقة. هو تربطنا بإسبانيا معاهدة تاع حسن جوار وتعاون. أنا رأيي يقول إسبانيا صديقة والشعب الإسباني صديق. العلاقات طيبة جدا. لكن قلت الحكومة اخترقت، كيف؟ الحكومة لأن أولا الحكومة نسات ولا تناست، اسمعوا مليحة، أنها القوة المسيرة للصحراء الغربية، هكا يقول الأعراف، هكا يقول القانون الدولي. لما المستعمر يغادر مكان ما بدون حلول، أيوة، تقل المسؤولية نتاعو قايمة، ما فيش حل حتى الآن، حل بين الدين. هنا الرئيس المعين تبون يشرح لنا رؤيته للعلاقات الدولية والقضية الصحراء، ويقول لنا ماذا الرئيس المعين تبون؟ يقول لنا بأن الصحراء المتنازع عليها لابد من أن الحل تاعها هو أن إسبانيا ترجع لاستعمار الصحراء، لأنه عندها مسؤولية بحكم أنها مستعمر الأمس. يعني الرئيس المعين تبون قال لك بأن المستعمر إذا قضية لم تحل، يعني هنا راه فتح باب جهنم على كل البلدان اللي كانت تحت استعمار. يعني وقت ما كاين مشكل في أرض أو غير ذلك لابد أن المستعمر يعني تبون لا يزعجه استعمار هذه الصحراء من طرف إسبانيا. لكن أو حقيقة كلام يعني ما عنده ساس، ما عنده راس، ولكن ليس هذا الأخطر، وما زال هذا راهو تبناش برك. هذا بنبين لكم المستوى المنحط تاع الشخص هذا، ولكن مازال حلول تبقى تقلل اي حل. عسلنا راني جايكم اللي ما تعفيهاش بالمسؤوليه تاعها.
وكانت تصرفات سريه. تصرفات سريه، اسمعوا مليحه. رئيس سانشيز شهر قبل ولا شهر ونص تحدثنا في كثير من المواضيع لان علاقتنا مكثفه مع اسبانيا. وفي النهايه اللي فتحوا ملك المغرب واللي قرا رساله، حتى الوزراء تاعو ما كانش على بالهم بالموقف هذا الجديد اللي خداه الملك تاعو، ما على بالوش، البرلمان الاسباني ما كانش على باله. هو ضحك على نفسه كي يتكلم في الكلام هذا. الرئيس المعين تبون واش قاعد يقول؟ قال لك بأنه سانشيز لما اتخذ قرار دعم خيار الحكم الذاتي في الصحراء، قال لك انه الملك والوزراء في اسبانيا ما كانوش على بالهم. يعني انه الرئيس المعين تبون يظن بانه اسبانيا هي اسطبل مثل ما صارت الدولة الجزائرية تحت حكم النظام الجزائري. حط باللي كما قالوا على المخابرات الفرنسية أنها في خلاف مع ماكرون وتخلق في مشاكل بين الجزائر وبين ماكرون، نفس الشيء قال على إسبانيا بأنه كيفاه الوزراء ما يعرفوش باللي سانشيز اتخذ قرار الحكم الذاتي. الملك في إسبانيا ما يعرفش، حتى اسطبل مثل ما رديتو الجزائر اسطبل، حط باللي ما يجي دولة مؤسسات إسبانيا هذه يتخذوا قرارات وسانشيز وحده. ناض صباح ربي قال لك والله اليوم نعترفوا بأنه خيار الحكم الذاتي هو أحسن خيار. يعني إنسان عايش خارج المنطق، خارج العالم اللي احنا نعيشوا فيه يعني. ومش هذا فقط، يعني الكارثة يقول لك أنه الملك المغربي العاهل المغربي هو من سرب القضية. يعني العاهل المغربي كان مريح، هز فيسبوك وقال لهم يا نصر رسالة تاع سانشيز. انت تتخيل هكا هو يضحك على نفسه لما قاعد يقول في هذا الكلام. يعني انه اسبانيا كامل ما على بالهاش، الملك الوزراء وسانشيز قال لك بالك نفوت عليهم، نعترف بخيار الحكم الذاتي سرا وبالك نفوت عليهم. بعد الله غالب الملك العاهل المغربي خرج في الفيسبوك ولا في التيك توك وسرب القضية. يعني كلام خارج المنطق، خارج المعقول، خارج انسان يعيش في عالم اخر يعني. ومازال وراح يعطيها سكوب. في 64 عطاونا الدولة الإسبانية تحت فرانكو، عطاونا الصحراء الغربية. قول والله سنة 1964 1964 في أفسي بن بالله رحمه. ايوه طيب ما الذي حدث؟ تما في 1964 السي فرانكو الله يذكره بالخير على كل حال اتصل بأحمد بن بلة وقال له نعطيك الصحراء اللي النظام الجزائري يسميها غربية، النظام المغربي يسميها مغربية، وهي رايحة القضية. قال له تسمى بفرانكو، اتصل بن بلة قال له والله غير نعطيك الصحراء متهني. أول مرة في التاريخ نسمعوا بقضية مثل هذه، لو كانت فعلا طبيعة الحال نسمعوا بها من مصادر إسبانية أنه فرانكو اقترح على الجزائر أنه يعطيها الصحراء، نسمعوا بإحنا نعرفوا القضية، نعرفوا التاريخ تاع هذه الأراضي الصحراوية تاع ما يسمى يعني بالساقية الحمراء واد الذهب. أنه بعد خروج الإسبان اقتطعت بين المملكة المغربية وبين موريتانيا انسحبت، المملكة المغربية سيطرت على كل المناطق، بقات هذيك المنطقة العاجلة اللي هي صحراء قاحلة وانتهت القضية، والقضية مستمرة إلى يومنا هذا. درك تبون يخرج لنا بفيلم جديد ما عمرنا ما سمعنا به ولا واحد تكلم عليه في التاريخ، وكذوبة ما على باليش منين جايبها. يعني أنه إقحام الجزائر بالسيف، لازم يقحم الجزائر في الموضوع هذا. اصلا علاه فرانكو يقترح انه الصحراء تصير اراضي جزائريه، لا تاريخيا عندنا علاقه بهذه الاراضي، لا يعني عقائديا في العقيده تاع يعني تاع الناس اللي كانوا اسسوا الحركه الوطنيه. عمرنا احنا ما طالبت الجزائر بهذه الصحراء، قضيه تهم المملكه المغربيه وهذا ما يسمى البوليساريو، ويتنازعوا الامم المتحده وكل واحد يدبر راسه. هذه قضية ما تخصناش، لكن انك تخرج بأكاذيب وبأفلام ما على باليش منين تجيبيها، يعني صراحة غير طبيعي الأمر هذا. الآن النقطة أيضا اللي كنت حاب نتكلم عليها ولو أنه نحاول ما نطولش كثيرا، هي قضية التقرير الأمريكي الأسود. تعرف الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت قد تكلمت على هذا منذ أكثر من سنة والحمد لله،
وقلت لكم بأن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الحماقة تاع النظام الجزائري راح توصل وتضغط على الجزائر وتفرض عقوبات على الجزائر، وراح تكون تقارير نارية على الوضع في الجزائر. عمرنا ما شفنا تقرير أسود مثل هذا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر. نقرأ لكم مقتطفات فقط ونترجم لكم في نفس الوقت، لأنه ما شفتوا متأخر نوعا ما كان ليش الفرصة نديروا ترجمة فورية. على كل حال قال لك significant، شوفوا هذو الاختراقات اللي يتكلموا عليهم الخارجية الأمريكية. significant human rights issues included credible reports of، رايحين يقولوا لنا وشو هي الانتهاكات تاع حقوق الإنسان الموجودة في الجزائر. اسمعوا القائمة الطويلة: torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by members of the security forces. يعني أنه تعذيب وانتهاكات غير إنسانية وممارسات يعني تحط من قيمة الإنسان من طرف الجهات الأمنية الجزائرية. وشفنا هذا في عنابة في قضية تعرية مواطنين في ولاية عنابة. هذا هو حل الجزائر. مازال نزيدو نتكلموا بتفاصيل، ما حبيتش نطول ولو انه طولت واعتذر على هذا، ولكن مازال نزيدو نتكلموا على التقرير الامريكي الاسود، مازال نزيدو نتكلموا على القضايا هذه، على الكوارث تاع النظام الجزائري في شهر رمضان هذا. على كل حال وننهيوها بشيء خفيف شويه نوعا ما، لانه مع شهر رمضان نخفوا شويه الامور. هاو السخونه بطبيعة الحال مع شهر رمضان. وزارة الدفاع الوطني إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار. كالعادة إرهابي تمرست، لازم في العواشر في الأعياد في المناسبات الوطنية لازم إرهابي تمرست يسلم نفسه، ربما توحش الشربة ولا الحريرة تاع الوالدة تاعو. على كل حال الى هنا اخواني نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال اعجابكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، هذا كيخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش تخلونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله عبد المجيد تبون عن العلاقات التي تربط بين المغرب والجزائر والمشاكل، وكذلك المعلومات المغلوطه التي طرحها في هذا اللقاء. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول، ونتلقاو إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.